الأم ذبحت ابنها وطبخت راسه في الحلة. هناء عندها 30 سنة من قرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فقوس، منفصلة عن جوزها منذ حوالي 3 سنين. هناء دي ربة منزل، عندها طفل عنده 5 سنين، قاعدة هي وابنها في بيت صغير كده في قرية اسمها قرية أبو شلبي التابعة لمركز فقوس. هناء دي يقال في التحقيقات إنها بتعاني من مرض نفسي. اتفاجئوا أهالي قرية أبو شلبي النهاردة على فجعة هزت مصر كلها. السوشيال ميديا كله اتكلم عن الموضوع ده. السوشيال ميديا النهاردة مفيش موضوع غير هناء وابنها. ست قتلت ابنها وطبخته في حلة. كل ست تحكي لها الموضوع ده يجي لها اشمئزاز. الحريم والستات عندنا جالهم قشعريرة من الموضوع ده. أبشع جريمة على مستوى التاريخ، ما حصلش كده في مصر من سنين. النهاردة كلنا صحينا على خبر أم طبخت ابنها. القصة جات ازاي؟ ست اسمها هناء عندها 30 سنة، انفصلت عن جوزها من 3 سنين، معاها طفل عنده 5 سنين. قعدت مع ابنها في بيت صغير كده في مركز شرطة في مركز أبو شلبي، قرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فقوس. الست دي اتفاجئوا الناس إن هي ورد بلاغ للشرطة إن مركز شرطة فقوس إن في ست قتلت ابنها. لا مش كده وبس، ده طبخت أجزاء من راسه في حلة وأكلته. الله، في يا جماعة حد بيعمل كده؟ في أم تعمل في ابنها كده؟ ما سمعناش صراحة الموضوع ده. أكيد في الموضوع، أكيد دي ست بتعاني من مرض نفسي، لأن مفيش أم بتعمل في ابنها كده. تم القبض على هناء دي وسط حالة من الصرع والهستيريا بقى كده. وطبعا يعني الناس كلها مستغربة ايه اللي بيحصل ده. القرية أبو شلبي كلها صحيوا على الخبر ده، الناس كلها مش مستوعبة، محدش مستوعب إن في أم تعمل كده في ابنها. ذبحته بالساطور وحطت راسه في حله وطبختها واكلت منه. قال ايه بقى؟ ان هي ابنها يقعد لها تاني في بطنها. الست دي مش طبيعيه يا جماعه، مفيش ست طبيعيه تعمل كده في ابنها. جات الشرطه قبضت عليها وخدوا بواقي اجزاء من اشلاء الطفل اللي هي بعد ما اتقطعت، وخدوها بجهاز التحقيق وبمعرفته. وتم التحفظ على هناء دي واتحبست 4 ايام على ذمه التحقيق. اهالي قرية بقى ابو شلبي يعني الموضوع عندهم فزعة كده يا جماعة. جت في القرية الناس كلها يعني في حالة ذهول. احنا ما حصلش كده يا جماعة، يعني ما بيحصلش كده عندنا، مش كده. في حاجة مش طبيعية. يوم ما حادثة المنصورة كان الشاب ده يعني مش في وعيه، واخد برشام بقى وشارب مخدرات، شارب اي حاجة. الست دي انفصلت عن جوزها وقعدت مع ابنها 3 سنين. عن لسان اهالي القريه بيقولوا ان الست دي قاعده في بيتها، بيت صغير كده في قريه ابو شلبي، ويعني لوحدها، لا حد بيزورها ولا هي بتزور حد. قاعده هي وابنها كده بين 4 حيطان وقاعدين لوحدهم، كافيين خيرهم شرهم، محدش يسمع بهم اي حاجه. يعني تفاجأ ان بعد 5 سنين من تربيه الطفل ده، الطفل مذبوح ودماغه في حله وبيستوي على نار وقاعده تاكل منه. ويعني تخيل انت متخيل؟ يعني احنا متخيلين يا جماعه كميه بشاعه المنظر. يعني مفيش مفيش ست تقدر. احنا في ستات عندنا ما تقدرش، يعني ما بيجيلهاش قلب تذبح فرخه. لحد النهارده يا جماعه في بنات وفي ستات وفي حريم ما بيذبحوش فراخ، بيشتروا الفرخه من الفرارجي من محل الفراخ مذبوحه جاهزه وكل حاجه، ما يجيلهاش قلب انها تمسك سكينه وتذبح فرخه. تقوم هناء دي تذبح ابنها. يعني قمة البشاعة وقمة يعني الجحود، ومحدش فاهم الموضوع جه ازاي. تباشر بقى اسم الشرطة التحريات في الموضوع، ولسه يعني جاري التحقيقات في الموضوع والواقعة حصلت ازاي، وتمثيل بقى الجريمة، ويكشفوا عليها بقى، يشوفوها مثلا هل تعاني من أمراض نفسية بالفعل ولا ده كان كلام.
واهالي القريه عندهم يعني طبعا لسه التحقيقات شغاله، ولكن الموضوع يا جماعه انتشر انتشار يعني واسع على السوشيال ميديا، ووسط حاله من الذهول لكل ست وكل ام. والسؤال هنا ان ازاي ام تعمل كده في ابنها؟ الابن اللي حملت فيه 9 شهور وعاش معاها 5 سنين، منهم 2 والده موجود و3 سنين بعد انفصاله. 3 سنين عايشة مع ابنها بس في بيتها، عايشين هي وابنها بس في بيتها. وفجأة الناس النهاردة على حادثة بشعة، والناس كلها بتتكلم، القرية في حالة ذعر وذهول، ويعني بصراحة يعني بشاعة بشاعة يا جماعة. احنا ما كناش كده ولا عمرنا هنوصل لكده، ولا في ام تعمل في ابنها كده. ده شيء مستحيل، شيء لا يصدق. محدش بيصدق الكلام ده. مفيش ام تعمل كده، مفيش ام طبيعية تعمل كده. احنا ممكن نسمع عن رب أسرة مثلا يعني مات ولا موت نفسه انتحر ولا كده عشان خاطر مش قادر يوفر مصروفات لأولاده. لكن أم ربت وحملت وتعبت في ابنها وعاشت سنين عشان خاطره في الآخر تذبحه، ويجي لها جرأة إن هي تطبخه وتطبخ دماغه. راس الطفل يا جماعة انتوا متخيلين في حلة على النار وبتسويه وبتاكل منه؟ ده شيء يعني مش ممكن، ومحدش يصدق الموضوع ده. انا من مكاني هنا في حالة ذهول وانا بقدم الحلقة في قمة الغرابة يعني. وانا بتابع كده الجريمة دي، انا في حالة ذهول يا جماعة. ما بالك انت كل ام عاملة ازاي؟ الحريم النهاردة يعني قرفانين ياكلوا. مفيش واحدة كلت حاجة النهاردة، كلهم قرفانين. موضوع في دماغهم، كل ام متصورة المنظر. ويعني ممكن يكون في ناس تعيش مثلا شهر من دلوقتي لشهر قدام محدش ياكل لحمة. كله متخيل المنظر، كله في متخيلته ان في ام طبخت راس ابنها عشان تاكله. الحادثة اللي هزت مصر وهزت قلوبنا كلنا. كل اب كل ام قلبها ارتجف كده بمجرد سماعه للخبر. ما بالك انت للام نفسها، للطفل؟ ما بالك انت للطفل اللي عنده 5 سنين لحظة ذبحه او لحظة موته؟ كان بيصرخ طبعا اكيد، ومحدش سمع باي حاجة. الشرطة يا جماعة راحت قبضت عليها وسط حالة من الذهول، وسط يعني قضية طبعا كل الناس مستغربة جات ازاي. وطبعا هيتم الكشف على الست دي معنويا بقى ونفسيا وجسديا، كل حاجة كل حاجة. لان بالفعل محدش متخيل المنظر، ولا حد متخيل ازاي ام تعمل في ابنها اللي حصل ده. هناء دي عندها 30 سنة، يعني بالغة عاقلة، وصلت لسن الرشد يا جماعة اللي هو 30 سنة. يعني مش مراهقة، مش هنقول مثلا عندها 20 سنة مراهقة، او عشان خاطر عاشقها او عشان خاطر حاجة تانية. لا لا لا، مفيش الكلام ده. هناء عملت كده محدش عارف ازاي، محدش عارف، ولا في اي ام في الدنيا تتخيل ان ممكن ده يحصل. احنا بذات نفسنا محدش يتخيل الموضوع اللي حصل ده، ان ام تذبح ابنها وتطبخه عشان تاكله. صدمة. الفيديو بمثابة صدمة، القصة صدمة لوحدها كده، صدمة. كلنا مصدومين في الموضوع ده. دي كانت من أبشع الحوادث اللي حصلت في مصر بعد حادثة المنصورة. الراجل اللي قطع فصل راس عن دماغ عن جسم واحد وفضل ماشي بيها في الشارع. ازاي يحصل الكلام ده؟ محدش عارف، محدش عارف تفاصيل الموضوع اكتر من كده. الموضوع دلوقتي في ايد النيابة والتحقيقات.
هي اللي هتقرر هناء عملت كده ليه، وايه الدافع اللي يخلي هناء تعمل كده. تعمل كده في ابنها ازاي؟ جرأة حصل ازاي؟ جابت ساطور وقطعت ابنها. طبعا يعني ازاي يا جماعة؟ احنا لسه بنقول مفيش تقدر تذبح فرخة، مش كل الامهات، الاجيال القديمة فيما فوق. لكن واحدة عندها 30 سنة عايشة وتعمل كده؟ ربنا يصبر ابوه، وربنا يصبر ويشفي هناء، يشفيها لو كان بتعاني من مرض نفسي فعلا، ويصبر اهالي فقوس على قرية ابو شلبي على الجريمة البشعة دي اللي هزت طبعا كل اركان مركز فقوس كله، وسط حالة من الذهول وحالة من الرعب والذعر اللي بقت في نفوس الناس هناك. الناس هناك يا جماعة، الناس كلها قافلين على يعني بيوتهم، قافلين بيبانهم، قاعدين جوه بيوتهم. الناس في حالة من الخوف، حالة من الرعب، حالة توتر في الشارع هناك. شيء غريب، شيء مؤسف، حاجة بشعة، قمة البشاعة. محدش عارف الموضوع ده تم ازاي. اي بتتمنى لابنها انه يكون احسن واحد في الدنيا. كل بتتمنى ان يكون ابنها شيء جميل جدا تتشرف بيه. كل بتحلم ان ابنها يكون شيء في السماء، حتة في السماء، مهندس بقى، دكتور، حاجة من وهو عنده 2 سنين، مش من عنده 5 سنين. هناء كان عندها الجرأة انها تذبح ابنها وتطبخه في حلة، تطبخ دماغه في حلة وتاكل منه. ده اللي هو ازاي ده يا جماعة؟ يعني حد متخيل معاه يعني بشاعة المنظر، بشاعة الجريمة ده؟ يعني يكاد يكون 100% الست دي مش طبيعية يا جماعة. يعني 1,000,000% الست دي مش طبيعية. اكيد في في الموضوع، في حاجة. الست دي قالوا ان عايشة يعني في بيت لوحدها. ممكن يكون في جن ولا حاجة، ممكن يكون مثلا ملبوسة، الله اعلم، محدش عارف الموضوع ده. لكن الموضوع يثير الشك والرعب والذعر والخوف في وسط الناس. الله، يا جماعة ده اللي حصل ده؟ يعني احنا من امتى واحنا في مصر بنسمع عن الجرائم دي؟ طبعا هو كان في جرائم، لكن موضوع السوشيال ميديا النهارده خلى يعني الناس كلها اللي في اخر الدنيا بيسمع من خلال السوشيال ميديا. كان في جريمة من زمان، كان في حد بيقتل حد، وجرائم القتل موجودة من ساعة قابيل وقابيل. واحد قتل اخوه لكن ما كانش فيه سوشيال ميديا بتتداول خبر القتل والموت والحاجات اللي زي دي. النهارده بقى فيه السوشيال ميديا بتوصل للعالم كله اللي بيحصل داخل كل مدينة، كل قرية، وكل قارة. كل بلد فيها الجرائم. لكن النوع ده من الجريمة نوع جديد علينا، نوع غريب، نوع يثير الشك، نوع يثير تساؤلات، نوع يخلي كل تخاف على ابنها. الله، الناس النهارده يا جماعة بتحضن ولادها خوفا عليهم من الهواء الطاير، من شوية برد، من شوية أي حاجة. كل تتمنى ابنها لو قال أنا جعان بتلبي له طلبه في لحظة، تجيب له اللي هو عاوزه. لكن تذبح ابنها بالشكل ده، دي كانت أبشع جريمة صراحة الواحد شافها. وربنا يصبر أهالي قرية أبو شلبي كلهم على الجريمة دي. يعني أنا مش متخيل قرية أبو شلبي صحيوا النهاردة على خبر إن في ست ذبحت ابنها وطبخته. يعني مش متخيل. كل من سمع الخبر ده يعني هو بعدها إحساسه كان إيه؟ أما تحطله الأكل قدامه كده بقى ياكل إزاي؟ لو تحطله لحمة كده إيه المنظر اللي أنت متخيله وأنت بتاكل لحمة؟ منظر مرعب وقضية مرعبة. وطبعا موضوع يثير تساؤلات ويثير للشك، وموضوع ربنا عافينا يا جماعة، وربنا يسترها علينا ويشفي هناء ويصبر أبو الطفل ده، ويصبر أهالي القرية كلهم. وشكرا لكم، أشكركم وإلى اللقاء.